اهلا وسهلا بيكم. تعالوا نشوف التشكيل المتوقع ايه في كاس العالم للانديه لخط دفاع النادي الاهلي. اول حاجه احتمال بنسبه 90% مدافع النادي الاهلي المشهور الجزار اللي بيكسر في اللعيبه وهو رامي ربيعه، احتمال بنسبه كبيره 90% ان هو يمشي. طيب مين البديل او السيناريو المتوقع اللي هيكون ايه؟ اول حاجه قال لك ياسر ابراهيم، الراجل جدد وهو هيكون مع الاهلي. تاني حاجه النجم الكبير قوي اشرف داري هيكون مع الاهلي. تالت حاجة قالك ان مصطفى العش بعد ادائه اللي ظهر بيه الجيد الاهلي خلاص قرر ان هو يشتري او يجدد له سنة كمان من نادي زد، وخلاص تم التفاوض والتنسيق مع النادي على الكلام دوت. كمان الاهلي قرر يطلع 2 من قاعدة الناشئين عنده كوادر اثبتوا كفاءتهم، وهو النجم احمد عبدين والنجم عبد الله بوستانجي. الاتنين خلاص النادي الاهلي قرر ان هم يكونوا معاه في كاس العالم للانديه. اصبح ان الاهلي خلاص ما عندوش اي مشاكل من صخرة الدفاع المعلم الجزار ربيعه ان هو يرحل.